اليوم هو أحد شفاء المخلع، هو الأحد الخامس من الصوم الكبير. نتأمل بالآيات والأعاجيب والمعجزات التي صنعها يسوع. الشفاءات يلي تمت إذا نرجع نتذكرها، الأبرص والمنسوفي والابن الشاطر واليوم الأعرج ثم الأعمى، كلها عجائب عملها يسوع لأشخاص كان ما في مجال إنه الإنسان يشفى منها بشكل بشري وبتدخل بشري. المسيح كان عم يظهر نفسه للعالم أنه الله القادر على صنع كل شيء، هو الذي خلق الأرض والسماء، قادر يشفي المريض والمخلع والأعمى والمنزوف والأبرص وكل شخص مؤمن إنه قادر يشفيه. اليوم الجديد بهالمعجزة هي هالأربع شباب يلي حملوا المخلع. الإنجيل مرقس لا يذكر شو هي حالة المخلع، هل قادر يتكلم أو لا، هل قادر يعبر عن شيء أو لا، هل هو بوعي ذهني أو لا، ما بيحكي. بيقول كان في مخلع، بيجوا رجال أربعة بيحملوه بياخدوه عند يسوع، وهونيك لما بيوصلوا بيقول الإنجيلي ما في مكان حتى على الباب ما قدروا يوصلوا، طلعوا على السطح ونبشوه ودلوا المخلع قدام يسوع. بيوتنا بمنطقتنا القديمة كانت هيك، كانت بيوت سقف تراب، وكان في أماكن بالبيت خاصة للمواشي كانوا يحطوا فيها التبن والعلف كرمال الحيوانات، كانوا يتركوا طاقة من فوق تيدلوا فيها كل هالمواد اللي بيستعملوها لإطعام الحيوانات. ممكن إنه كان في هالطاقة الموجودة يلي بتتسكر وبتنفتح يلي منه دلوا منها هالسرير. هيدي تفاصيل منا مهمة بالمعنى اللاهوتي، ولكن الواحد إذا بده يحلل بشكل عملي يلي منركز عليه اليوم هو إيمان هالأربعة. ما حدا جبرهم يحملوه، ما حدا جبرهم إنه يروحوا لعند يسوع. برجع بكرر، حتى المخلع ما قال له نحملوني، ما عبر. محبتهم فيه وإيمانهم بيسوع هن خلوا هالأربعة يحملوا لعند يسوع. هالإيمان يلي هو إيمان الأربعة يجسد إيمان الكنيسة. الكنيسة بتحمل بعضها البعض. في كتير ناس منا قادرة توصل للكنيسة، في ناس خطأ، في ناس يمكن بيخافوا من الله، في ناس بيخافوا من الناس ينتقدون إذا فاتوا على الكنيسة. هودي الناس نحن عم نحملهم بصلاتنا، نحن منصلي لهم، لأن ممكن بفترة من الفترات من حياتنا نكون نحن هالناس، نكون ناس ضعفاء مش قادرين نعبر عن إيماننا، ناس بنبعد عن الله. في ناس غيرنا بتحملنا بصلاتنا وبترجع بتردنا لعند الله. هيدا المهم بحياتنا المسيحية. الإنسان ما بيخلص حاله وحده. الحرديني لما قال الشاطر بيخلص نفسه، ما كان عم بيقصد بالأنانية اللي عم بيقولها، عم بيقول الإنسان بدل ما يلتهي بغيره أولا يلتهي بنفسه. أنا شو بدي إنه انتقد الآخر وأنا مني قادر أوصل لله؟ هيدا هو الكلام. الكنيسة بتشجع إنه كلنا سوا نتقدس مع بعضنا البعض. نحن عجنة وحدة، الخميرة هي يسوع المسيح يلي هي القداسة. بيقلنا ماربولوس إذا كان عضو من جسد المسيح موجوع، الكنيسة كلها بتوجع. وإذا كل شخص منا كان عم بيتقدس منكمل بعضنا بالقداسة. من هون هالأربعة يلي وصلوا لعند يسوع قدموه ليسوع، فرضوه عليه فرض. الناس انتقدت شو عم بيصير، وهون تم الحوار الصامت ما بين يسوع والفريسيين. بلش يسوع مغفورة لك خطاياك. شو هالكلمة؟ من يقدر أن يغفر الخطايا سوى الله؟ هن اعترفوا بشكل لا مباشر إنه يسوع هو الله. يسوع كمل لهم فكرتهم وبرهن إنه هو الله. فهم شو عم بيفكروا وقال لهم ما الأسهل أن يقال مغفورة لك خطاياك أو قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. ولأجل هذا أقول، توجه للمخلع وقال له قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. ما وقفت هون الخبرية. المخلع قام وقف حمل سريره ومشي. بهالشي برهن يسوع انه هو يلي قادر يرد الحركة لهالمخلع يلي مش ممكن انه يتحرك، كمان قادر يغفر الخطايا.
الله يلي بيخلي المخلع يمشي هو الله يلي بيغفر الخطايا. هيك برهن الفريسيين انه انا الله موجود على الارض، بدكم تآمنوا. وبيقول المسيح بإحدى الأماكن بالإنجيل: إن لم تؤمنوا بي آمنوا بالأعمال التي أعملها. على القليل آمنوا شو عم بعمل. حدا منكم قادر يقول للمخلع قوم وامشي؟ ما حدا. أنا قدرت أعملها لأني الله. من هون بهالإنجيل الحلو يلي سمعناه بدنا نفكر نحن شو دورنا بالكنيسة. التفكك منه فقط بالجسد، التفكك بالروح. الإنسان الخاطئ اللي عم يتألم من خطيئته هيدا إنسان مخلع، هيدا إنسان مفكك، هيدا إنسان إرادته مش معه، إرادته بنزواته وبالأمور اللي بيعملها هو مش راضي عنها، ولا المجتمع ولا الكنيسة راضي عنها. هذا التفكك الروح بينتج عن عدم الصلاة، عن عدم الإيمان، عن عدم قراءة الكتاب المقدس، عن عدم المحبة، عن عدم التضحية والثقة بالآخر. بدنا نجرب قد ما فينا نكون متشددين، مثل ما بيقلنا مربولوس: تشددوا بالحق. الإيمان هو بيشددنا والحق هو بيشددنا. هيك بنكون غير مفككين، إن كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الكنيسة. كلنا سوا إذا توحدنا بالصلاة وبالمحبة بنكون جماعة عن جد عم نقصد نوصل للقداسة بيسوع المسيح. إن شاء الله كلنا سوا نكون اليوم هالأربع شباب يلي حملوا هالمخلع، نحمل بعضنا البعض أثقال بعضنا البعض، وكمان يكون عندنا الإيمان إنه المسيح قادر يشفينا جسدا ونفسا وروحا. ومنقول: يا رب باركنا واعطينا نعمة القداسة. آمين.